السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة نعمل العزيزية أو المكرونة، حاجة كده طعمها حلو جدا. لو جربتيها مرة مش هتبطلي تعمليها. معنا نص كوباية مكرونة، أي نوع مكرونة عندك، سباكيتي، اللي هي معدية، أي حاجة. هنحط عليها حوالي 4 كوبايات مية ونحطها على النار لحد ما توصل معانا بالشكل ده، تتهرى معانا كده خالص، تشرب المية بتاعها وتتهرى. نحطها بقى في الخلاط أو نضربها بالهاند بلندر المتاح عندك. نضربها بقى كده كويس زي ما احنا شايفين كده. بعد ما هرستها بقى معايا، هنا معايا لتر لبن هحطه عليها واضربه معاها. هنزل ب3 معالق نشا، والنشا ده حسب الاحتياج برضو، لو حسيت ان هي على النار محتاجه هكمل لها نشا تاني. ومعلقتين لبن بودره ونص كوبايه سكر، والسكر برضو حسب الرغبه، اللي بيحب السكر كتير يزود، اللي بيحبه كده معقول يعني، ده براحتك انتي، حسب بتدوقي الطعم وتشوفي الطعم كده عاجبك ولا لا. هنا بقى هرفعها على النار، افضل اقلب فيها بقى لحد ما تتقل معايا، واحط عليها نص كوبايه جوز هند مبشور. ولو عندك برضو من العادي حطي. هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم. هنا معلقتين قشطه، وش اللبن عادي حطيه، ذره فانيليا. هنقلبها بقى. هنا كنت حسيت ان هي محتاجه معلقه نشا كمان، حطيت شويه معلقه نشا وضربتها شويه ميه وزودتها عليها لحد ما ربطت معايا كده. جبت صينيه ودهنتها سمنه وصبيت فيها كل الكميه. بنسيبها بقى لحد ما تبرد خالص، ما ندخلهاش الفرن لما تبرد. شايفين انا حطيت عليها ناشفه كده، ما مش طريه وبردت. هنجيب بقى معلقه عسل ابيض ونحطها على الوش، دي اللي بتديكي اللون الحلو الاحمر اللي بتشوفيه بتاع المحلات. جربوا الطريقه دي، هتطلع حلوه جدا وكريميه وطعمها حلو جدا. هنتنا بقى كده كويس وندخلها على الفرن. نشغل الشوايه والفرن من تحت. لو الفرن يعني الاتنين ما بيشتغلوش مع بعض، ممكن تشغلي الشوايه بس. هنا بعد ما حمرتها بقى معايا، شايفين لونها حلو ازاي، طعمها حلو جدا. جربوها وطعمها كريمي قوي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم، شايفين من جوه عامله ازاي وبيضه وحلوه ازاي.